أهلا بكم. قضية التهجير القسري للكرد الفيليين في زمن النظام البائد هي أكبر من مسألة ترحيل عوائل من بلد إلى بلد آخر. لا، هي محاولة انتزاع أشخاص من جذورهم المغروسة بأرض العراق. هي حرب ضد الهوية، حرب استمرت لعقود وانتصر بنهايتها الكرد الفيليين. أما الجذور اللي حاول أزلام البعث اقتلاعها فصارت أقوى وأعمق، لأن وطنية الكرد الفيليين وعشقهم للعراق أقوى من حقد الطغاة. اليوم راح نتعرف على قصتين اختلفت بهم التفاصيل، لكن الألم واحد، قصة كل من السيدة نجاح غلام وكذلك السيدة ميسون نصر الله. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. تتذكر السيدة نجاح غلام اليوم اللي تغيرت به حياتها بالكامل، اليوم اللي اجى به أزلام البعث ببيت عائلتها. احنا كنا الصبح الولد مثلا زوجي واخوته راحوا للشغل وراهم، وحماتي يمنا كانت رايحة للشغل، كانت تشتغل بالشركة الشركة مال الكهرباء كانت تشتغل. حماتي راحت واحنا كلنا موجودين، أنا وزوجي، أنا وحماتي الصغيرة كانت بالمدرسة وعمتي أم زوجي كنا موجودين. الحجية جتي من السوق جوي ساعة بالعشرة ورانا، قالوا لنا أنتوا تسافرون نعطيكم مهلة ساعتين، لازم أنتوا تحضرون روحكم تسفير. احنا همنا يعني شلون نقول لك، تفاجأنا على هذا، خابرنا شغل حماتي، زوجي راح جابها من الشركة وجوي ورانا أخذونا أكو كان جمليون مال عبود من الجراج. احنا وين صعدوكم؟ صعدونا بالسيارة، سيارة كبيرة كانت عسكرية، صعدونا بيها أنا وعمتي وزوجي وحموياتي 2 صغار ولد، 3 صغار اسمهم إبراهيم وزهير وفريد وفيروز حماتي، وبنتي رنا عمرها 1 سنة و3 أشهر. ودونا للجراج، جراج مال عبود، هناك حجزونا طبعا. وحماتي لا خاي من الزوجة كانت جتي ورانا وبكت وتأثرت بس وراها بيومين يلا سافرونا، جابونا وين؟ أخذونا المندلي على السومار. جينا احنا أخذونا المندلي، بعدين بتنا هناك الليلة. احنا بالتفصيل بدل ما اتفقنا بالتفصيل.
يجوكم صعدوكم سيارات ودوكم يا معقول. اي صار بالضبط يعني السيارات ايش قد بيها كانت عوائل؟ عوائل هواية بيها بالقاع نايمين ويجابون لنا أكل وشرب. مثلا حماتي وبيت أهلي كانوا موجودين جابوا لنا أكل وشرب وهاي جيراننا الله يخليهم بيت أبو أحمد. إيه تأثروا هواية، الجوارين هواية تأثروا علينا. اجتماع التجار، هاي المكيدة الكبرى اللي راح ضحيتها كثير من التجار الفيليين، تم تهجيرهم وتهجير عوائلهم لاحقا إلى الجمهورية الإسلامية. عمي السيدة ميسون نصر الله كان أحد هؤلاء التجار، وبعد تهجيره تم تهجير ميسون مع عائلتها إلى إيران. والله احنا كنا بالعراق، اني جيت صغيره وتوفى الوالد. بعدين احنا من عائله يعني ملتزمه وما عندنا بالسياسه، يعني ما عندنا بالسياسه، لأن ابويا وعمومي يعني ما كانوا يقبلون احد بالسياسه، بس اخواني واحد يعني مخلص الكليه بوزاره الدفاع لبس الجنديه، وبعدين اخويا اللاخ هم بتكريت هم مخلص جامعة المستنصرية ولابس جندية، واخويا الثالث برمادي لابس الجندية، واخويا الاخ كان صغير، احنا صغار كنا. خلصت الابتدائية بمدرسة الحضارة بشارع فلسطين، بعدين انتقلت للمتوسطة هم بشارع فلسطين مدرسة ذات الصواري. بث ثاني متوسط صارت التسفيرات وما ندري على وش يعني. وهاي أول نفر تسفر هم من عندنا عمي، لأن أني والدي وعمومي وأخويا عندهم هاي مال دار التجارة وبشارع السباع، 3 محلاتهم واحد صف الآخر بشارع السباع. ففقط عمي راح لهذا الاجتماع اللي قال صدام عليه اجتمعوا ما ادري شنو، فهد واحد اي، بس اخويا ما راح وعمي الاخ ما راح، قالوا احنا ما عندنا شيء ويا الهاي. اي ماكو ورا يومين عمي ما اجى اشو ثالث يوم يخابر بالتشيل التليفون فيقول لها أنا دا خبركم من إيران. أنت تقول شنو يابا أنت وينك؟ تقول قال لي أنا بإيران. قلت له يابا أنت بالعراق شو ودك الإيران؟ قال بعد هذا هو سفرونا وعمي هالقد هاي لا تخافي بعد 10 أيام يرجعونا. بعدين احنا هم على شويه قام يسافرون، صار تسفير هاي الله شاهد. كنا نتعشى طبوا علينا بالأسلحة، بعدين يابا شنو انتو شو اسمه انتو ايرانيين. اي بعدين يقول لأمي هذول الصغار عراقيين، احنا البنات يعني اكثرتنا صغار كنا واخويا الصغير، هذول يبقون بس انتي تسافرين انتي ايرانيه. فامي قالت يقتلوني هنا ما اعرف طفل من اطفالي. بعدين اخذونا ايش سوونا بهالليل ذبونا بالحدود، وظلمه مكان مثل صحراء الله الشاهد، يعني تتراجف العفو صوت حيوانات، صوت يعني فد خوف فد هذا. لما صار الصبح جوي نفس يعني جوي دزوا سيارات مال الجيش ركبونا بي ذبونا على حدود إيران فتحوه وطببونا بي. يابا احنا على وشد السفر والحاصل سفرونا. هنا كنتوا منو؟ كم نفر بالعائلة؟ احنا العائلة بس اخواني 2
اللي كانوا بالجندية، واحد بتكريت واحد بالرمادي، بس احنا البقية كنا وبيت عمي هم وياي. اي كم اطفال؟ احنا كنا بالحساب احنا 8 اطفال، 2 بقوا يصير شقد 6 وامي 7 وبنت عمي هم هي مربيتني هي امي 8 ومرت عمي وعمي ايش قد صاروا؟ 10 نفرات كنا. انتم كان عندكم عوائل ثانيه غيرها؟ لا بس احنا صار بالليل هذا كان اكو صوت حيوانات، انتم اطفال اي اكلكم شربكم شو؟ حرام ماكو كل شيء، وبكي وعياط. يعني والله أنا سنين أنام وبالنوم أشوف البعثية يلحقوني وأقب من النوم من الرعب، وحق لا إله إلا الله. يعني فت خوف سووا بينا، فت خوف. بابا احنا لا سياسيين، والله مو سياسي، أنا ما انقهر إذا إنسان سياسي شكو بيه على الهدف ماله هو رايح بهالطريق، بس والله احنا ناس مسالمين. يعني انت اخوك من وزارة الدفاع مخلص كلية وزارة الدفاع يقبلوه، ولا خب تكريت ولا خب الرمادي، والله ما اعرف. ای برای بی گناه و بی توانم، خوش که غیبی پناه و بی امانم، بی نتیشه ظلم ظالم ایل، بی کسونا امید ظلمت الشویل، بی نتیشه ظلم ظالم ایل، بی کسونا امید ظلمت الشویل، ظلمت الشویل. ای خدا 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 حق بسین. المسير من الحدود العراقية إلى الحدود الإيرانية هذا فصل مستحيل يمحى من عقل أي كردي فيلي عاش التجربة القاسية. كل خطوة بعدها محفورة بالأذهان، وكل صرخة ألم وخوف صداها لحد الآن يرن بالآذان. عاد أخذونا بالسيارة ودونا المندلي، من مندلي ذبونا بسومر، قالوا لنا هذا طريق امشوا بيها. مشينا بيها بسومر، مشينا تقريبا 5 ساعات مشينا هيك. تذكرين المشي؟ اي اتذكر احكي لنا المشي. بالتفصيل شلون تأديت؟ سلمونا بيد الايرانيين. لا قبل ما توصلوا الايرانيين. اي المسافة هاي المشي ايش قد كنتوا عوائل صار بيكم؟ هواية كنا عوائل هواية كنا هسه موجودين همنا اكثرهم ويانا كانوا. صار بالاطفال بالكبار العمر؟ كبار العمر والله يتأثروا هواية، تعبانين كانوا. واحد من يشوف يعوف دولته وقاعوا وترابوا وبيته وحياته كلها هناك، ويجي واحد يقول لك روح السفر، روح لغير دولة. جينا لسومر، من سومر استلمونا الإيرانيين، ودونا ركبونا سيارة ودونا لإصفهان وأردقا بس بإصفهان. إيه ودونا هناك، خلونا بالخيم، مخيمات كان خلونا بيها. بس شنو كان مأثر علينا؟ احنا 3 ولدنا حجزوهم، الكبار حجزوهم، هم ويانا بالبيت، من البيت وحدوهم. حماية الوسطاني كان جاي من العسكرية، هدومه العسكرية كان على تعلاقه، وحدوهم حجزوهم 15 يوم، حجزوهم ورانا يلا دزوهم 15 يوم ورانا دزوهم. راح نرجع للعراق.
هذا الأمل كان موجود عند أغلب الكرد الفيليين المهجرين. كانوا يعتقدون أنه الأمر مسألة وقت مو أكثر، لكن الواقع كان مختلف عن هذا الشيء. عرفة ميسون من شقيقها. اللحظة اللي طب علينا احنا بالعياط والصياح، قلنا ليش جيت؟ جيت تبقى بالعراق. والله احنا ما ندري ذاك اخويا عادمي. قلنا بابا احنا عراقيين، انت ليش جيت؟ احنا سفرونا، انت جيت تبقى بالعراق. ما ندري. قال بابا ما حد ما يدري من احد خبر، ما حد ما يدري شنو. أني بهاي قلت خلينا نهزم. احنا كل فرحتنا يرجعونا. والله كل فرحتنا عبالك فشي مشكلة سياسية صايرة بين دولتين وبعدين يرجعونا لبيوتنا. ما درينا يعني لا الدهر هيخلينا هنا محروم من أهلنا. مأساة ميسون نصر الله ما انتهت عند التهجير. إجرام أعوان الطاغية كان أكبر ومؤلم أكثر. ميسون فقدت شقيقها وخالها اللي تم تغييبهم في سجون البعث. أمي الله لا يراويك كله بكي، هي وبيبيتي بكي. والصبحية والله أتذكر أروح للمدرسة أشوف أمي تطب الغرفة صورهم خالة. اليوم قلت هاي أمي ويا من تحكي، حتى أشوف هذا تحكي وياها. عمت عيني عليها. وبيبيتي سودة عليها، هذا ابنها الصغير كان. هي احنا ما ندري ذولا عادميهم بعد. بيبيتي قالت من يجي عليكم الله اشتروا له قالب ثلج يخليه على القبر مالي، بلكم هاي النار اللي بقلبي شوية تطفى. شنو ذنبنا؟ احنا شنو ذنبنا؟ انا اقول للشعب العراقي كله شنو ذنبنا؟ والله احنا والعراقيين، احنا عراقيين، احنا كنا جوارين، سنة شيعة مسيح، واحد يطب بيت الله، واحد زين ويا الله. والله كل يحلفون براسنا. والله فد يوم جيراننا صارت عندهم مشكلة كبيرة بحيث ويا الأب تركوا البيت، والله هلقى الذهب خلوه أمانة يم أمي. والله بعدين بعد مدة الحمد لله خلصت المشكلة، اجت أخذت الذهب. يعني هلقد كنا معروفين بالمنطقة، بس ما ندري هذا التسفير شنو إجانا. لأن أكو صدق مثلا ما عندهم جنسية وهاي بقوا. احنا من طفل يعني من كبيرنا الطفلنا شهادة جنسية. أقول لك قال لأمي، قال لي ذول عراقيين أصلا، ذول ما عليهم تسفير. أمي ذول أبو الرشاشات، هو ما أعرف الرتب مالتهم، والله بالرشاشات. عبالك قاتلين واحد. يعني الخوف أقول لك سنين أنا بإيران أشتكي، والله أنام بالليل وأشوف يلحقوني البعثية. يعني من الخوف من أقوم ما أدري شو أسوي. هذا الأخوية بالرمادي فد واحد عرفه على فد ضابط، هم الله يعطيه العافية، الله يعطيه العافية. فقال له ترى انهزم قبل ما تنحجز. يابا أخذ منه الضابط، قال أعرف ضابط فلان يأخذ منك 200 دينار عراقي هاي ويطلعك. والله الطب 200 دينار عراقي. وهذا أخويا إجا بس ذاك سودة علي خريج المستنصرية، بعد ما شفنا عمت عيني عليه. خالي سودة علي هم بالجندية، يعني مخلص مكمل دراسة، وحجزوه وأخذوه وبعد لا حد ما عرفنا لحد الآن ماكو أي أثر عنهم. والله
من يصير ضرب يا شيء هي تفتح الأضوية وتبكي على الصلاة تقول إلهي هذا ابني الصغير، يعني عندها علاقة شديدة أمها. من دم المسفوك ظلما والسنين، من صدى آهات أمي والحنين، صرختي يا موطني يا موطني، ذا دم الفيل يهدي كالوتي، رغم طاغ رغم جزار ونار، يشرق الإصباح له من بعد حين. أم أخوة أم ابنها، يعني ويلات شفنا، والله شفنا ويلات. ما أدري إحنا ليش نضد هذا الانتقام من شنو؟ ليش ويانا؟ إحنا عندنا أقرباء بالعراق، والله خدموا العسكرية هناك هم، وصار الحرب هم ويا، لأن يقولون إحنا ككرد الموطن مالتنا ندافع عنه، صح كرد، إحنا شو نسوي؟ الله خالقنا كرد، والكرد تدري يعني من عراق، من إيران، تركيا، سوريا، أردن، لبنان موجودين الكرد. والكرد الحدود منا تقلبها كرد يعتبرون إيران، منا يعتبروهم عراقيين. شو نسوي؟ الله خالقنا على هالمنطقة. الله يرحمها يعني وقفت قبل ما تدري نوبتها مستشفى ولا؟ ايه ما درت اقول لك كان روحها يعني ما درت، وتعتقد بالله امها بالعراق مدفونه، يعني ام بيبيتي بالعراق مدفونه. يما الله لا يراوي كل مسلم على وجه الأرض. ملخنا نفسنا، خالي الله يرحمه سوالهم فد عزة، كتلنا نفسنا. شنو فايدة؟ شنو النتيجة؟ أقول لك ما ننقهر يو مثل على فد حزب يو على فشي. أخويا يصلي يصوم ملتزم ويحب كان كتب باقر الصدر، لأن هو بالكلية أنا أتذكر سألته فد يوم قلت له فلسفتنا فلسفة واقتصادنا، فد يوم قلت له أخويا أريد أحب أقرأني من هالكتب. قال أنت بعدك صغيرة إن شاء الله من تكبرين وتصيرين بالكلية تقرين هالكتب تفتهمين شكو معكم، بس ما منتمي إلا أي حزب. شوق الكرد الفيليين لبلدهم تغلب على كل آلام الماضي. الرجوع للعراق كان حلم بالنسبة لنجح غلام، هذا الحلم تحقق بعد سقوط الصنم. سقوط صدام هواية فرحت بي، يعني من العصر أنا قاعدة على التلفزيون أباوع للصبح ما أحس بروحي، بس أريد يعني النتيجة الأخيرة من وقعوا الجثة هذا مالته الصنم مالته. إيه بس شنو الرجلينات بقن، احنا خفنا من الرجلينات بقن، خفنا من عنده، واقعا خفنا من عنده. ليش؟ لأن قلنا يعني أخاف هم يأذي، رجليناته موجودة، نفسه راح برجليناته موجودة، خفنا من عنده. كان عيد أبو جهال قال حضري روحش راح نروح لبغداد نزور بغداد، واحنا بيتنا كان على القناة، أثاري نازلين بيها
الحكومة نازل بيها، واحد من الحكومة نازل بيه من الخوف مالته من سقوط صدام. ذاك مهزوم، واحد كبير كان، ذاك مهزوم. ومنو راح بيه؟ ابن حماية راح نزل بيه. احنا من قلنا نروح لبيتنا، كنت اقول للجهال نروح لبيتنا، اشوفكم بيتنا هذا، اشوفكم عراق. حتى واحد يمنا وديتهم الكرادة، وديتهم العظمية، وديتهم بناتي. شلون شفت العراق والله اول ما رحت، قبل ما اخذ جهالي انا رحت قچخ على مريوان. على مريوان رحنا المريوان. انتم منو؟ واني شم حمله، رحت قچخ انتم منو؟ اني وحمايه ومرته وزوجي. رحنا فد بيت بمريوان، بيتنا فد ليله قچخجي اجا عبرنا. هسه الشرطه مال العراق حاسبينا لزم قدامنا جنود خطيه، جنود ولد جنود. عاد اني من جيت شايله كيلو فستق، كليشه مسويه كليشه. عاد قمت اوزع لهم، قلت ذولا خطيه جنود، ذولا الجندي غير شيء، هنايا من الجندي غير شيء. من يخدم بلدك يكسر بقلبك، ينكسر قلبك عليه. عاد قمت اوزع لهم. والله مشينا تقريبا ساعة، هيك ساعة ونص مشينا، رحنا للسليمانية. من السليمانية ركبنا سيارة رحنا لبغداد. شو شفت بغداد؟ أول ما طبيت ببغداد جسمي كله دا يرجف وأبكي، أصلا ما أقدر أسيطر على روحي. ليش حسيتي؟ حسيت بفرح، حسيت بقاعي بترابي هواية. يعني رحت الإمام علي عليه السلام النجف بالصحن، جسمي أريد يوقف، جسمي ما يرجف جسمي وأبكي، ما أصدق بروحي أني واصلة للنجف. أني بتراب بغداد عراق، ما أقدر أسيطر على روحي، جسمي كله دا يرجف وأبكي، بس أبكي. ولزمت الحضرة والحمد لله والشكر. والله ردت من الله سبحانه وتعالى، الله ينطيكم إن شاء الله صحة والعافية، الله ينطيهم، يبعد الشر عليكم، لأن أنتم كنتوا بخطر ويا صدام، أنتم كنتوا بخطر، العراقيين كله بخطر. أنا خواتي هناك، بيت حماية هناك، حمواتي اثنين هناك، كل يعني مو بس ذولاك، الكل. أنا كنت أخاف على الخطر مالكم، قلت أنتم بخطر، الله إن شاء الله نجاكم، الحمد لله والشكر. عاد أبو جهال قال بالعيد آخذ الجهال، عيدنا إحنا 15 يوم هنا، إحنا عيدنا 15 يوم. عاد والله حضرنا روحنا، ابني الكبير بالحدود، أقهم قچخ رحنا، ابني الكبير بالحدود أشقراني وأبيضاني، حسوا بيه هذا أمريكي، عدل بدل، والله هذا من عراقي، هذا قوة طلعتهم من إيد العراقيين، قالوا هذا أمريكي. عاد والله رحنا هناك، فرحنا بيهم بالقرايب وفرحوا بينا، وفريت الجهال ووديتهم بمكانات أنا كنت أروح له. شنو المكانات؟ مكان وديتهم العظمية، من عظمية الكاظم واني مشيتهم مشي، قلت لهم امشوا شوفوا العراق شلونه، حتى لا تقولون عراق. وديتهم النجف، كربلاء، وديتهم سامراء، ورحنا سيد محمد، رحنا. أشتاق للعراق، أنا أموت على، أتمنى الله يقسم لي مرة بس أزور أول الأيمة، بعدين أزور قبر والدي. لأن طفلة وانحرمت من أبوي. يعني زوجي ورا السقوط، هذا بشهر شهرين الله لا يراويك سوى سكتة ومات. أنا بقيت على 4 أطفال، شفت الويلة بعيني. من أنا ما عندنا جنازة،
هنا يعتبرون عراقيين كانوا. وزوجي قد ما حاول ما طاق، قال ما عندك اسم. وبقيت أنا و4 جهال، لا جنسية لا شيء. اذا هسه تغضين عيونك وتروحين المكان بالعراق، غمضي عيونك وقولي لي وين انت هيك. أول شيء أنا بالنجف وكربلاء، قبر أبويا بالنجف يرحمه الله. ثاني شيء بحضن خواتي، واني من اروح ما ابقى بالبيت، اروح بس افطر، اريد اشبع من عراق ما اشبع، وارجع واني ابكي. شو تحسين وانت طالعه من العراق؟ كانه شلون العفو انت ابني، شلون بنيه يزوجوها قوه تطلع من العراق طالعه من بيتها من طالعه هيك. يعني من اروح هناك لا احس بالوجع، لا بالمرض، لا احس بالتعب، بالحر. هالقد امشي هناك بالحر ما احس بيه، لان باشتياق اني دا امشي، باشتياق اني دا امشي هناك، ما احس بالتعب ماله. العراق ما ينسي، العراق ما ينسي، العراق إلنا احنا جينا ما ينسي، لأن احنا طفولتنا كبرناها هناك، كبرنا طفولتنا احنا هناك بالعراق. الظلم لحد وقتنا الحالي قائم على كثير من الكرد الفيليين، معاناتهم بعدها مستمرة وحقوقهم إلى الآن مسلوبة. ميسور نصر الله ونجاح غلام مثال حي على تلك المعاناة. بيتنا والله احنا تقريبا كم سنة احنا رحنا، أنا وزوجي كنا نروح ما ينطونا إياه بالإدارة، يعني بالإدارة ما ينطونا إياه. يعني شلون طلبنا طلب البيت ما كانوا ينطونا إياه، يعني طول البرنامج مالنا، طول لحد ما كنا نروح ونجي أنا وزوجي. إيه ومتأثر هواية، مشتاق يلزم بيته، قال أبيعه هنا أسوي لكم بيت، أسوي لكم هذا. كان عنده هواية شلون أقول لك خيالات وفرحة وهاي، بس يلزم البيت وهاي. هو لحق على البيت لزم البيت؟ لا ما لحق على البيت، هو توفى سوى سكتة مغزية، جلطة قبل 13 سنة. والله أني المرأة مو مثل الرجال، أنت تدري ابني. أني هسه على سناد أروح لبغداد، قلت قبل ما أروح لبغداد أروح أسوي لي فد ورقة أسبلك ألزم لي فد حقوق حق لي. أنا مرة أرملة مريضة، إيه مثل ما العالم لازمين، أنا يجي من الله الحمد لله والشكر. طيب شلون عايشين؟ ماكو اي راتب حاليا؟ الدولة العراقية يعني؟ لا الدولة العراقية أصلاً ماكو راتب، أصلاً ماكو راتب. شلون مشي الأمور؟ ماشي أموري. يعني ابني الكبير بأستراليا يساعدني الشهرين مرة يدز لي $1000. إذا أمواني مرة كبيرة ومريضة، عندي أولاد 2 وياي، ولدي 2 وياي، عندنا حق على هالبلد، وأنا بعدني ما رايحة يعني أقدم على شيء، لأن كانوا يقولون يتأخر. أنا يمنا العفو، أنا يمنا عندي اسمين، أنا من هالاسمين أنا أخاف ما كنت أروح أقدم طلبي أطلب طلبي، كنت أخاف لأن اسمين أنا. أنت عندك اسم بالعراق وأوراق هنا باسم ثاني؟ أنا عندي جنسية إيرانية وعندي جنسية عراقية. عندي اكو ناس زينين
مسؤولة مالته كانت وحدة يزدية من أهل يزد. والله شهيد بهشتي سامعين من الجامعات الزينة بإيران، ابني حتى بالأولمبياد مقبول كان. فاليوم يروح أحكي عليها، قالت والله ما شايفة أم مثلك. قالت أنا اللي بإيدي أضم الفايل ماله، كل ما يجي يريدون أنا أضم، وسوت لي إياه. وهسه ابني ماخذ ماجستير وأريد من العراق يطون منحة دراسية يروح للدولة يكمل الدكتوراه مالته، لأن ابني طفل ما شاء الله وايد شاطر، وحتى يقدر يجي يشتغل بالعراق. شوف احنا فشي كنا من اول ننتظر يعني يصير فد فرج، يعني والله كنت انتظر يعني يصير فد فرج، يعني كان حلم الحياة. بس تعتقد بالله من لزموا صدام وفتشوا براسه ما حسيت بأي فرحة. قلت أنت اللي كتلت شبان العالم وكلهم ما ندري كل القبور، تعرف العراق ايش قد ضحايا وكلهم قبور جماعية. بعدين هسه يفتشون بشعرك يدورون اسوار سود بالشعر، غير الحروب والويلات شوفنا صدام. وسأتأسف هم يقولون صدام يابا انتو الشعب انتو تناضلون، صدام منو؟ سياسي منو؟ انتو تناضلون بالحروب من تروح؟ ولد الخايبة تروح. والله اكو جماعة فرحانين، اكو جماعة ما فرحانين اللي هسه بعدهم مظلومين، لأن لا منا ولا مناك. احنا راح نحكي عن مناك. اي مناك انتم ضيوف، انا بلدكم ذاك. اي والله. فاحكي لنا مناك انتم احنا شنو المظلوم؟ احنا كم سنة بعد ما رحنا احنا ردنا نرجع لبغداد، قلنا نرجع للعراق، اخذ الجهال وارجع اسقط من نايه اروح العراق لبيتي. ما صار. ليش ما صار؟ ما صار. زوجي رجع كان هناك موجود، ورجع كان يقول لا ما في جهالي أنا هناك، لأن جهالي هنا مولودين وبالمدارس ما أقدر أخذهم. ما صار. يعني لهالحد احنا كنا مشتاقين للعراق. بعد مشتاقة للعراق؟ يعني مشتاقة دائما، من أشوف عراقي برا بالسوق أروح أحكي وياه، يعني أتمنى أساعده. ما مستلمة أي دينار، الله الشاهد. ما جبتش ليش احنا تشوف؟ ليش يجون يحجون ويسوي؟ ما حد ما يسوي لنا شعار، ما حد ما يسوي لنا شعار. وأنا هسه مرة مريضة ما أقدر، يعني صراحة الأمر ما أقدر أروح وأجي، هم يكلفني هواية وهم مرة مريضة. هم بعد يعرفون شنو الظلم احنا، ولحد الآن أنا غير من شيلة ما حد ما يذكر الكرد الفيلي. احنا تقريبا 13-14 ألف شاب وشاب أخذوا من عندنا. هسه أطلب من الحكومة العراقية، يعني أول شيء جرى علينا ما ننسى. أكذب إذا أقول لك الشيء اللي جرى علي أنساه، لا والله، بس الخاطر عين شعبي. إذا يجون يطون جناسي للأولاد، مثلا هذا ابني دارس منحة دراسية أريد له، لأن يريد أنت تعرف خارج، وما شاء الله ولد ما شاء الله يعني واصل. بكاء ميسون نصر الله لما سألناها عن الكلام اللي حابة تقوله لشقيقها وخالها المغيبين كان أبلغ من أي وصف.
الألم بعد موجود، الجرح ما زال ينزف. أروح أشوك القبر ماله وأقول عمت عيني خويا، لأن هلقد حنين أحن أخ كان علينا وإحنا صغور متيتمين. أقول له أروح فدوة التراب تجوى رجلك، ليت أني ليش ما متت أنت ليش تموت؟ حصرتها تبقى متى الحياة بالقلب. والله هيج وقت ما أنساه، لا أني لا عائلتي لا جالي. يماي يما عمت عيني عليك يابا، يما شو تحملت يابا، والله بيا ذنب يا ذنب يابا. يما عليك يابا، يما على كلكم الشبان يما اللي رعتوا ما جيتوا يما، حرقتونا حرق والله. يما اوف يما يوم يما من اقول يما يما مشتاقة لك ومشتاقة لابويا يوم. يما شلون حرقت ذبه وقلبنا يما بيا سبب يما رحت وياه. يا اخويا احمد عيني عليك يا أبيو. عمد عيني على الشبان كلهم يما. يما والله ما ناسيكم، بس شو نسوي أمرنا لله. سما دمنا الذي سفك ومن قد جار قد هلك، هذا الدم المسفوك ظلما قد نما، والصبح أشرق إن ذا شفق الدماء. شباب أودموا ومضوا، شهادتنا غدت فلك من النور العظيم وراية وحماة، مطر ليحيي الأرض من دمنا هما، وأهلينا بتهجير وموطننا لذاك بكى، يبكي على الفيل يترك بيته، والبيت يبكي باشتياق دائما. أحلام الكرد الفعليين بسيطة، كل اللي يريدوه هو غد أجمل من الأمس، يريدون مستقبل الأبناء يكون أفضل من ماضي الآباء، باختصار يريدون الجاي أحسن من الراح. إلى اللقاء.